اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يلقاكم هذا لا فيديو في احسن الاحوال وبصحه جيده يا ربي. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد. فيديو فحال ديما غيكون اختي مليء ان شاء الله بالافكار. كنتمنى اختي يعجبكم، تخرجوا معايا من هذا الفيديو ولو بفكره. فالله يحفظكم وما نخليش الفيديو يفوتني بلا ما نقول شكرا. شكرا لكل وحده فيكم بالاسم ديالها، كل وحده كتخلي لي تعليق، كل وحده كدير لي لايك على الفيديوهات، فهذا شرف ليا. الله يقدرني يا ربي باش دائما نكون عند حسن ظنكم، دائما تشوفوني في ديك الصوره اللي كتعجبكم. فالله يحفظكم يا ربي. شكرا لكم اختي على التعاليق ديالكم في الفيديو اللي قبل من هذا. الاغلبيه ما شاء الله ما شاء الله عجبكم الفيديو ديال الحمام. شكرا لكم اختي، كتحفزوني، كتخليوني دائما انني نحاول نخدم كتار، نجتهد معاكم كتار ونعطيكم حويجات اللي تستافدوا منها. والله يحفظكم ليا الزوينات ديالي. فالمهم بديت معاكم اختي اليوم لا فيديو من البيت ديال وليداتي. كنت الصراحه شريت لهم هكا غطاوات للنوامس، والله لو ما جابتهاش الوقت اختي باش نشاركهم معاكم. وراكم عارفين يعني اي تغيير اي حويجه كنزيدها كنبغي نشاركها معكم، كنبغي نعطيكم الاثمنه، نوريكم بليصات. يعني واخا الحاجه كنكون مخلصاها مثلا فلوسي ماشي اشهار ولا هذا، كنبغي نعرفكم على بليصات اللي نتوما تستافدوا منهم. فالله يحفظكم ولا يخطيكم يا ربي. ايوا صافي ان شاء الله غادي نقاد اختي هكا بيت وليداتي، هما راه مشاو للمدرسه. المهم الحمد لله بدات شويه الامور كتقاد في المدرسه ديال ريان ولدي. هاد الايام بعدا ولاو شي اساتذه عندهم تيقريو، الامور راها غاده مزيان. الله يدير لنا يا ربي شتاء ولد الخير ولوليداتنا. ايوا صافي هنايا من بعد ما قديت لهم فراشاتهم. انا البنات راه ملي كيكونوا ما قاريينش كنقول لهم نتوما اللي تجمعوا بيتكم، دابا رايح يتقراو اليوم يعني بجوجهم دخلوا بكري. داكشي علاش قلت ماشي مشكل، انا غنجمع لهم فراشهم، ما عندنا ما نديرو. يعني المهم حنا كنحاولوا اننا نعلموهم شويه يعتمدوا على ريوسهم. غير هو اختي مساكن ديك الفيقه مع الصباح، والله الا كنفيقوهم باقي الظلام الا كيعزوا علينا، يبقاو فوق تقولي لي طوي فراشك عاد سير للمدرسه. والله الا كنبقى نقول يا ربي غير يفطروا ليا، بعدا ما كيبغيوش يفطروا ليا الصباح، عرفتي تيفيقوا ضايخين. ما اني كنعسهم بكري، يعني ما كنخليش انا وليداتي يسهروا. كنحاول اني دائما نقول لهم يدخلوا لفراشهم بكري، كنطفي عليهم الضو باش ينعسوا باش يرتاحوا شويه. ومع ذلك مع البرد والوقيته فاش كنفيقهم كيكون باقي الظلام، خصوصا كامل معكاز مازال ريان هي كنقول له صافي وليدي وصلت الوقيته فيق كيفيق. واش غنقول لكم، الله يرزقنا معاهم الصبر والله يرزقنا معاهم العوين. حتى حاجه ما سهله، ولكن انا ديما تنقولها اي حاجه كنديروها في البيوت ديالنا الا وعندنا عليها الاجر. وصافي الزوينات ديالي. فالمهم جمعت معكم اختي بيت وليداتي وبغيت نشارك معكم هاد الغطاوات اللي خديت للنوامس. عرفتوا راه خديتهم شي 4 ايام دابا ولا 5 ايام عاد كتب اني نوريهم ليكم. المهم هادو البنات راني خديتهم من الواد من شارع النصر. سمحوا لي نسيت الترجم بعدا على الصداع، عرفتوا مع الصداع ديال الطريق تيجي الفيديو فيه الصداع، يقبلوا على مكان وصافي. بحال اللي قلت لكم البنات هاد الغطاوات خديتهم من الواد من شارع النصر. راه ما شاء الله البنات تما راه الحوانت، راه اش غنقول لكم، راه اللي بغيتوه كتلقاوه تما. انا هاد السيد هذا اللي كيبيع هاد الغطاوات وراتو ليا فاطمه الزهراء صاحبتي، كنقول لها تحيه لك من هنا وانت اختي هي زريبيتك الفنه الغزاله ما شاء الله. فالمهم واحد الاخت قالت لي كاع ما وريتينا الكادو ديال فاطمه الزهراء. واختي راه وريتو ها واختي راه هو هاد الزريبيه الفنه هادي ها انتيا. فاش لا كنتي ما شفتيش الفيديو تعاودي تشوفيها اختي. فالمهم قلت لكم بالنسبه للبنات لهاد الغطاوات نرجعوا اختي للغطاوات هادو راه سخيخنين ديال الكاشمير. شتي هما البنات عرفتوا فنين تبارك الله. خديتهم ب 100 درهم الوحيده، كل وحيده بالمخده ديالها، يعني بجوج خديتهم ب 200 درهم، 4000 ريال. كنحاول نقول لكم بالدرهم وبالريال باش اللي ما كتعرفش بالدرهم تعرف بالريال، والمهم باش نقادوا الخواطر اختي. ايوا صافي هادشي اللي كاين. المهم قلت اختي ضروري نوريكم الغطاوات ديال بيت وليداتي. باقا ان شاء الله بغيت ناخذ لهم شي تبديله اخرى عاوتاني هكا نيت اللي تكون سخونه باش نبقى نبدل لهم، حيت نهار مشينا انا وفاطمه الزهراء ما لقيناش الوينات كتار، لقينا عنده اختيارات قلالين صراحه. لقينا الاغلبيه داكشي اللي فيه الوان كثيره، وانا ما تيعجبونيش الالوان يكونوا كثارين. عجبني هاد الكري هذا فيه داك الزويوقه بالابيض،
صراحه هما اللي اقتنعت بهم وعجبوني. هاد الكري البنات راه غادي لداك الكري اللي غادي للفيغ او، شفتيوه، ولكن راه جامعه النوامس ديالهم. ايوا صافي زوينات ديالي هانتوما معايا. والمهم زوينات ديالي رجعت معاكم اختي. كنت كنصور معاكم فيديو، جاني اختي تليفون وصلتني واحد لا كوموند، كنت موصيه على شي حويجات وصلوني، وقلت اختي ما يمكنش نخلي الفيديو يدوز بلا ما نشاركهم معاكم. بزاف د الاخوات كتبقاو تسوليني سعاد منين كتقطعي حويجاتك، سعاد منين كتاخدي هذه، منين كتاخدي هذه. كنحاول دائما انني نشارك معاكم كلشي اللي كنكون مخيطاها، راه كنقول لكم مخيطاها، كنشارك معاكم الخياطه. المهم اللي سولتوني لا راه كنحاول كنجاوب على قد جهدي. والمهم اختي وصلوني شي حويجات. شوفوا لي هاد الجليبه البنات، واخا هذه التويب ديالها شويه خفيف، يعني ماشي ديال البارد نيت، غير هي انا بحال دابا لبست لها هذا كولون وبودي من التحت، يعني راه مزيانه، خصوصا انا داري ما بارداش بزاف، عرفتو عجباتني. وانا هذه ما بغيتهاش البنات نبقى نخرج بها، واخا هي راه جليبه هانتوما راها بالقب، انا عجباتني هكا نقلبسها حتى في الدار، كيجي ستيل ديالها بحال الكسيوه. شوفوا ما شاء الله راه كتجي واسعه، عندها فتيحات في الجناب، غير الكاميرا عندي طالعه. شوفوا اليديدات ديالها كيفاش كيجيو مقبوطين، شوفوا الستيل ديالها، عرفتوا الشكل ديالها ما شاء الله غزاله. بحال هذه بالنسبه للربيع ولا هكا ملي كيكون الجو ماشي بارد بزاف كتجي في اللبسه فنه. المهم هذا الشال اختي مسكين كيلعب معايا جميع الادوار اي حاجه عندي في الكحل ولا في الكري ولا في البيض كنستغل معاها هذا الشال. داكشي اللي زوينين بحال هاد لي شال اللي كيكونوا فيهم غير هاد الالوان هادو كنستغلهم في بزاف ديال الحويجات. والمهم غادي نلبس معكم اختي البياسه الثانيه ان شاء الله حتى هي نشاركها معكم، وعطيوني رايكم كي جاكم اختي هادشي. واخا البياسه الثانيه راه ديجا شفتو بحالها، حيت انا شفتها عند فاطمه الزهراء صاحبتي وعجباتني وكومونديت بحالها. يلا الزبينات ديالها نحيد هذه ونلبس الاخرى نوريها لكم عاد نكملوا الحداقه واللبيسه الثانيه اختي هي هاد العبايه الفن اختي. شوفوا ما شاء الله كيفاش كتجي في اللبيسه، كتجي طايحه والستيل ديالها زوين وفصالتها زوينه البنات. بالنسبه لهاد العبايه هذه انا رشتها عند فاطمه الزهراء صاحبتي. شوفوا ما شاء الله كانت لبساتها نهار اللي كانت عرضات علينا ملي كانت سميره اختي، كانت لبساتها وعجباتني، هي اللي عطاتني النمره النيت ديال السيده باش كومونديت من عندها حتى انايا هاد العبايه. وديك الجليبه اللي لبست معاكم في الاول صراحه واحد السيده غزاله البنات فنه ما شاء الله، التعامل ديالها من هنا كنقول لك لي الشرف انني تعاملت معاك، الله يسر لك حبيبه ديالي. المهم غنخلي لكم رقم الهاتف ديالها في اول تعليق، اللي بغات شي حويجه بحال هكا الله يسهل على الجميع. وانايا عزلت هذه الوين فاطمه الزهراء صاحبتي عندها في الكحل، يعني الشال كحل وعندها هاد الباندا هذه وهذه في الكحل، انا عزلت هاد اللون هذا. المهم راه فيهم لوينات، وانا عجبني الصراحه هاد الترابي هذا، باج ترابي ولا باج طوب كل واحد شنو كيقول له. شوفوا هانتوما غزاله الصراحه، عرفتوا فيها واحد التويب ما شاء الله نازل. هذه راه مبره البنات، المبره الرقيقه، ديك المبره اللي كتكون نازله شتيوها صراحه كيجيو زوينين في اللبسه ما شاء الله. عجبوني اختي، وقولوا لي نتوما واش عجبوكم اختي اللبسات ديالي الجداد. وهذا الشيء اللي كاين قلت اختي ملي وصلوني ضروري نشاركهم معكم فيديو عاد نكمل معكم ان شاء الله. ايوا صافي اختي نمشيو نلبسوا حويجاتنا ديال الشغالات وندخلوا للكوزينه باش نكمل معكم ان شاء الله على فيديو ديالنا اليوم. باقي الفيديو غيكون زوين اليوم ان شاء الله اختي، غنشارك معكم الطريقه ديالي في الدجاج بالتغميره. اليوم اختي غنحتفلوا الدجاج بالتغميره اختي، راه العراسات اختي نتفكروا شويه ريحه العراسات. ايوا صافي الزوينات ديالي ما نطولش عليكم بزاف، غنمشي ان شاء الله نبدل عليا هاد العبايه هذه ونكمل معكم لا فيديو. فالمهم هنا البنات من بعد ما دخلت الكوزينه قلت اول حاجه نعجن بعدا اختي الخبز، وخا الصراحه بديت معطله في الكوزينه اليوم بقيت فرحانه بالحويجات المهم ماشي مشكل اختي، كلشي ان شاء الله غيوجد في الوقت. هنايا دزت غادي نعجن واحد الخبز اللي غنعجنو ان شاء الله بالدقيق ديال القمح الكامل، وكندير فيه بعض الاضافات اللي فعلا كيجي زوين. المهم انا كندير الكميه ديال القمح النص ديالها ديال الفينو، انا ما كندخلش فيه الدقيق البيض. المهم راه كل واحد غيدير الكميه اللي غتكفى. هنايا البنات درت واحد شويه ديال الدقيق ديال الذره، وهذا البنات طحين ديال إلان اولا إلان مطحون، يعني هاد الاضافات اللي كنضيفوا للخبز البنات هكا ناكلوا واحد الخبز اللي فيه شي حويجات اللي نستافدوا منهم، يعني كنعرفوا المنافع ما شاء الله ديال الذره ديال إلان زوينين، وصدقوني البنات راه كيجي الخبز بنين بزاف. صافي المهم انا راه درت الكميه اللي غتكفاني ديال الطحين بحال اللي شفتوا، درت شويه ديال القمح النص ديالو درتو فينو، دخلت معاهم شويه ديال الذره وشويه ديال إلان. صافي كندير الخميره على حسب الكميه ديال الطحين،
زدت شويه ديال العسل، ولا تقدروا ديروا هكا واحد شويه السكر غير باش يجي الخبيز ديالنا محمر وصافي. وغادي نزيد الملحه. دائما الملحه نحطوها في بليصه بعيده على الخميره باش الخميره ديالنا كتفاعل لينا هكا. المهم اللي خلاني نشارك معكم الخبز هو طلباتكم الكثيره البنات على الفران. قلتوا لي كيفاش كيطلع لك الخبز في الفران، هادشي راه مشاركاه في فيديوهات كثيره، غير كيكونوا معنا ناس جداد فما فيها باس. وزدت شويه ديال زيت نباتيه. الزيت البنات في الخبز ديال القمح كتخلي الخبيز ديالكم ما كيجيش كيتفرتت. حنا كنعرفوا الخبز ديال القمح ملي كيبرد كيبقى يتفرتت، ولكن ملي كنضيفوا له هكا شويه الزيت راه كيبقى لينا مزيان وما كيقصحش البنات، كيبقى زوين. بطبيعه الحال كنعجنوه بالماء دافي صافي. غير هو العجينه ديالنا خصنا نديروها شويه خفيفه، ملي نجيو نقيسوها تكون شويه كتلصق لينا في يدينا باش كنضمنوا ان الخبيز ديالنا حتى هو كيجي خفيف وكيجي ما شاء الله مقطن. المهم غير جربوا اختي طريقتي وردوا عليا. صافي غادي نخلي العجينه ديالي تدلك، كندير هكا فيتاس 2 وكنخليها تدلك مزيان. بالنسبه لا مارك ديال العجانه انا كنوريها لكم، راه هي كينوود. غير ديك الدي ديال الاخر مسكينه مسحتها اختي بكثره الحكان طارت. بزاف ديال البنات كتبقاو تسولوني على العجانه. انا العجانه راه كنت درت لكم عليها فيديو، راه عندي البنات قديمه، يعني راه اكثر من 7 سنين واقيلا وهي عندي. كنت واخداها من مرجان، مهم واخداها ما بين 3000 ولا 3200 درهم. هذا هو المبلغ باش كنت خديتها. راه ما عقلتش البنات بزاف. راكم عارفين الحاجه ملي كدوز عندنا واحد المده ما كنبقاوش عاقلين على الثمن بالضبط. غير المهم راه من 3000 للفوق باش كانت دايره ديك الساعه. هاد لا مارك كينوود راه من لي مارك اللي ما شاء الله معروفه، ومن لي مارك اللي هي كتصبر بزاف. بحكم انا بعد هاد العجانه راه اللهم لك الحمد البنات زعما صبرات ليا، ما ندمتش انني خديتها نهائيا. والمهم البنات هنايا دزت ان شاء الله باش غادي نوجد معكم الوصفه ديالنا اليوم ان شاء الله. غادي نوجد معكم الدجاج بالضغميره على الطريقه اختي ديال العراسات اليوم غنعرسوا ان شاء الله فالمهم صدقوني البنات الا جربتوا هاد الطريقه غتولي معتمده عندكم، وطريقه اللي هي سهله وبلا كثره التعقيدات. فالمهم انايا غادي نشرمل الدجاج معكم ان شاء الله هو الاول. ودائما هاد الوصفه راه جات تحت الطلب ديال احدى المتتبعات، رغباتني باش نشارك معكم الطريقه ديالي في الدجاج، وعلاش لا اختي انا راه الاشاره. فالمهم هنا بالنسبه اول حاجه باش نوجدوا الشرموله، هنا قطعت واحد شويه ديال القزبر ومعدنوس، عندي هنايا واحد 6 ديال الفصوص ديال الثومه، وخديت شويه ديال الحامض مصير تقريبا هكا واحد 4 حامضه، زايد عليها واحد طريف. هذا الحامض حيت شويه المذاق ديالو مجهد راه ما كنكثرش فيه. خديتو الحامض المصير العادي يعني اللي كناخذو من عند مالين الزيتون، غادي ديروا غير القلب ديالو، يعني حامضه صغيره نديروا القلب ديالها كامل ونحيدوا القشره. صافي دابا انا هاد المكونات غادي نديرهم كاملين في المهرز وغادي ندقهم مع بعضياتهم. غادي نقطع الثومه باش كيسهل عليا انني ندقها طاغي. المهم هاد المكونات اللي غادي نعطيكم اولا هاد المقادير اللي غنعطيكم البنات راه ديال الدجاجه. تقريبا هاد الدجاجه فيها شي 2 كيلو 300 غرام. صافي والحامض حتى هو غادي ندقو معاهم باش كيطلق ليا المذاق ديالو. غادي نزيد شويه د المليحه باش كيسهل عليا انني ندق هكا هاد القزبور والثومه، غير ما نكثروش في الملحه، راه الدجاج حنا ديجا غاسلينو بالملح. صافي غادي ندق هادشي هكا مع بعضياتو ونكمل معاكم ان شاء الله. وصافي البنات هنايا من بعد ما دكيت داك القزبور والثومه والحامض مصير، صراحه انا الشرموله ديال الدجاج كتعجبني هكا تكون القزبور ومعدنوس والثومه تيعجبوني يكونوا مدقوقين. ما عندكمش المهرز راه بطبيعه الحال القزبور غادي تقطعوه والثومه حكوه. واول حاجه بعدا غادي نرقد واحد شويه ديال الزعفران الحر الا كان متوفر عندكم. شوفوا الكاس مهرس جيت نرقد فيه عاد بان ليا فيه واحد الشق، نحيدوها اختي لينا ما عندنا ما نديرو به. شوف
ديروا اختي كويس اخر. فالمهم بحال اللي قلت لكم شويه ديال الزعفران الحر، ما كانش متوفر عندكم زعفران الحر ديروا الدويمه ديال الزعفران. غادي نرقدو في شويه ديال الماء طايب باش داغي يطلق ليا. وبالنسبه للعطريه غادي ندير قياس ديال واحد المعلقه صغيره ديال سكينجبير، معلقه صغيره ديال الخرقوم بلدي، واحد نص معلقه مع مرش ديال البزار، ما نكثروش في البزار البنات في الدجاج بالتغميره. وغندير قياس ديال واحد المعلقه صغيره تكون شويه عامره ديال العطريه ديال الدجاج. هاد العطريه ديال الدجاج البنات راه اي عطار ولات متواجده عنده، كتقولوا له اعطيني العطريه ديال الدجاج مقلي اولا الدجاج محمر. وغادي نحتاج شويه ديال السمن اللي كيبقى اختي ضروري في هذه الوصفه ديال الدجاج. غادي ندير هكا غير شويه، هكا قياس ديال واحد ربع معلقه زايده شويه، حيت باقي غادي نزيد شويه في الطنجره ان شاء الله ملي نبغيو نطيبوا الدجاج ديالنا. الزعفران بطبيعه الحال بحال اللي قلت لكم، اللي ما عندهاش دير دويمه ديال الزعفران. غنبان لكم ما زدتش الملحه، حيت ديجا القزبور ومعدنوس دكيتهم مع الملحه. الحامض مسير كيكون مالح، السمن تيكون مالح، وعاد الدجاج كنكونوا غاسلينو يعني بالملحه. داكشي علاش بلا ما نزيدوا الملحه، حيت الدجاج راه داغي كيلعب معنا فيه الملح. صافي، هذه هي الشرموله ديالي. ما كنزيد لها لا زيت لا حتى حاجه باش الدجاج كيتشرب لينا العطريه. وما نساوش البنات واحد شويه ديال الهريسه، عاد تفكرتها غير شويه. انا ما كنكثرش في الهريسه حيت وليداتي ما كيبغيوش، بخصوص كامل ما كيبغيش ليا المذاق هكا ديال الحار. كنديرو غير شويه غير باش كتعطينا المذاق هكا، غير كتبنن لينا بحال اللي كنقولوا الدجاج وصافي. ومباشره خديت الدجاج ديالي باش غادي ندوز ان شاء الله نشرملو. فضروري الدجاج البنات كنشرملوه مزيان، كندخلوا له الشرموله هكا في الجنيبات ديالو ما بين الجلده واللحيمه باش كيجي شارب العطريه. الصدر هانتوما البنات تنحاول انني كنتقبو كامل، انا كنتقبو اختي غير بيدي واللي بغات دير الموس ديرو، حتى يدينا اختي راه فيهم البنه كندخلوا له هكا الشرموله مزيان لداخل في الصدر باش ملي كيطيب الدجاج هكا وكنجيو ناكلو داك الصدير ما كنلقاوش ناشف، كنلقاو حتى هو داخله فيه الشرموله. وما نساوش البنات هاد الطريقه راه كنت وريتها لكم شحال هادي، كنت نيت شاركت معكم الدجاج بالتغميره وكنت وريتها لكم. دائما الدجاج كنحاولوا نطرطقوا له اختي الضليعات ديالو، سمعتوا كتضحكني البنات هاد الطريقه هادي. فالمهم كنطرطقوا له هكا الضليعات ديالو، المهم يعني بحال اللي علمونا والدينا وصافي. تيقول لك باش الدجاج ما يتشتتش لينا في الطياب. انا الدجاج ديالي ها هو البنات تشرمل، هو هذاك غادي نغطي عليه وغادي نخليها البنات في الثلاجه. هاد الدجاجه هادي انا ان شاء الله غنطيبها معكم حتى الغدا. انا غير قلت نشرملها نقادها باش تبات شاربه ليا العطريه، وغدا ان شاء الله غنكملوا الطريقه ديالنا، ولكن نتوما بطبيعه الحال راه غنكمل معكم في نفس الفيديو. فالمهم زوينات ديالي جيت باش غنكمل معكم ان شاء الله الوصفه ديالنا ديال الدجاج بالتغميره. انا شاركت معكم الدجاج مني شرملته، راه شرملته البارح في العشيه. كنت خديت هكا الدجاج وشرملته وبيتو مشرمل في الثلاجه. ما كانش عندكم الوقت المهم شرملوه خليوه البنات واحد الساعه ولا ساعتين، راه الدجاج قد ما خليناه شرب. واحسن حاجه هو انه يبات مشرمل في الثلاجه كيجي الدجاج ديالنا زوين. هنايا غادي نوجد البصله، انايا خديت هنايا 3 د الحبات ديال البصله متوسطين عندي، بصله بيضاء من الاحسن. غادي نشلضهم هكا غير في الهاشوار
فالمهم ما نبقاوش نطحنوا فيها حتى كتولي طالقه لنا الماء، يعني غير كتشلض لينا صافي كنكتافيو. ومباشره خديت هكا الطنجره ولا الكوكوط. المهم فاش غنطيب غير هو الدجاج بالتغميره، راه ما كيحتاجش اننا نسدو عليه. صافي غادي ندير هكا البصيله في الطنجره، ولا المهم كل واحد فاش غادي يطيب. انا بحال اللي قلت لكم راه درت 3 ديال الحبات ديال البصله متوسطين. صراحه حنا كنبغيو شويه هكا التغميره، كاين اللي كيدير غير بصله وحده ولا جوج. وهنا غادي نزيد شويه ديال العطريه حتى على البصيله. غادي ندير قياس هكا ديال واحد المعلقه صغيره تقريبا مع مراش ديال الخرقوم البلدي، وواحد نص معلقه صغيره ديال سكينجبير. ما نساوش البنات راه حنا دايرين العطريه في الدجاج. دابا كنزيد غير شويه شويه باش ما تجيناش عاوتاني العطريه غالبه بزاف. وغادي نزيد قياس ديال واحد المعلقه صغيره ديال العطريه ديال الدجاج. غادي نزيد شويه حتى ديال السمن، هكا غير واحد 4 معالق، حيت راه حنا درنا شويه السمن حتى في الشرموله اللي درنا في الدجاج. وغنزيد قياس ديال واحد نص معلقه صغيره ديال القرفه، هي شويه ما نكثروش بزاف في القرفه، غير باش كتعطينا واحد المذاق وصافي. صافي الدجاج ديالنا هو البنات كيف ما شفتوا انا بيتو بحال اللي قلت لكم مشرمل. كنحاول ناخذ هكا واحد العويد، داك العويدات ديال الشوا، وكنثبت ليه الفخيدات ديالو اولا الرجيلات ديالو. هاد الطريقه انا ما كنديرهاش يعني دائما، فقط غير بغيت نشاركها معكم، خصوصا البنات كيكونوا هكا مبتدئين اولا كيخافوا ان ملي كيبغيو يهزوا الدجاج يتشتت ليهم. المهم اختي العود كيطير جيت نهرسو هو ينقز. شوفوا البنات كنقبط ليه هكا الفخيدات ديالو، انا كنوريكم ها هو داخل من هاد الجهه ومن هاد الجهه، وكنهرسو غير باش كيبقى جامع ليا الدجاج ديالنا حتى من الجهه ديال الفخذ. ملي كتبغيو تهزوه ما كيتشتتش ليكم. صافي وغنزيد هاد الشرموله هذه اللي بقات عندي اللي كنا دايرين للدجاج هنايا في المول. بالنسبه لبنات لهاد الدجاج ما غنشحر ما غنقلي ما حتى حاجه، مباشره درت البصيله زدت عليها شويه العطريه باش حتى هي تجي شاربه العطريه، حطيت عليها الدجاج بطبيعه الحال اللي شديت ليها هكا الرجيلات ديالو باش ما يتشتتش، وغادي نمرق وبالنسبه لبنات الكميه ديال الماء مهم ما نكثروش الماء بزاف عاوتاني باش ما يبقاش لنا هكا المرقه كثيره ملي كنحيدو منها الدجاج، يعني ما كنشفوها حتى كتسخفنا. المهم انا نوريكم هكا نقرب لكم الكاميرا للطنجره. ها انتم البنات شفتيو الماء فين واصل هكا للدجاج، يعني راه هاد الكميه كتكون كافيه كيطيب فيها الدجاج، وكتكملوا فيها هكا الطياب ديال البصيله حتى كتوقف. صافي غادي نرجع ليها الغلاقه ديالها، غنخليها تطلع فيها الغليه، عاد غادي نزيد لها الزيت ان شاء الله. صافي البنات هنايا كنخلي بحال اللي قلت لكم حتى كطلع لينا هكا الغليه في الطنجره ديالنا، عاد كنزيد الزيت. انايا البنات كنزيد غير زيت نباتيه، اللي كتبغي تخلط تقدروا تخلطوا ما بين زيت نباتيه وزيت الزيتون. كنزيد هكا المهم شويه ديال الزيت تقريبا البنات، راه كندير تقريبا قياس ديال واحد نص كاس مع عمرش ديال الزيت. الدجاج اختي بالتغميره كيبغي شويه ليدام. صافي دابا غادي نسد عليه اولا غير غنرجع عليه هكا الغطا، ماشي يعني غنسد عليه الكوكوط، وغادي نخليه ان شاء الله حتى يطيب الدجاج، نحيدو ونخلي المريقه ديالي تكمل الطياب ديالها. هنايا رجعت معكم للعجينه ديالنا من بعد ما دلكات خليتها خمرات الخمره الاولى حتى كيتضاعف الحجم ديال العجينه باش هكا كيجينا واحد الخبيز اللي هو زوين. صافي دابا غادي ندوز هكا ان شاء الله نشكل الكويرات ديالنا. شوفوا البنات العجينه ديالنا راها خفيفه كتبقى تلصق لينا في يدينا هكا باش كيجيونا هاد الخبيزات هادو ديال القمح، يعني واخا ما مدخلينش فيهم الدقيق الابيض كيجي الخبيز ديالنا زوين وكيجي رطب. صافي مباشره من بعد ما كنقطع هكا الخبيزات ديالي على الحجم اللي بغيت، انا راه درتهم خبيزات صغارين، كنبقى ندوز لهم الوجه ديالهم في الماء، غير الماء بارده البنات، هذاك الماء عندي من الروبيني، وغندوزهم في التخليطه ديال الزرارع اللي فيها البنات الزريعه ديال القرعه، الزريعه ديال نوار الشمس، وفيها الجنجلان، وفيها زريعه الكتان. هادو هما التخليطه اللي مخلطه انا في هاد الزرارع هادو. فالمهم غادي نحاول النص غادي نديرو هكا بالزرارع، والنص غادي ندوزو غير في النخاله الرقيقه. هاد النخاله الرقيقه راه كنشريها من الطاحونه النيت، مني كنشري الدقيق ديال القمح كنقول ليه عطيني النخاله ديال القمح باش كنقرصو الخبز، راه كيعبر لكم منا، راه ما شاء الله غير نص كيلو فيها الخير والبركه، هي مع خفيفه تبارك الله كتعطي. صافي فرشت هكا ورق الطبخ في الطاوه، كرست فيهم الخبيزات ديالنا، كناخذ هكا واحد الموس وكنشرطهم.
المهم غير باش كنصاوبوا خبيزات زوينين بحال داكشي اللي كنشريو من المخبازه. وحسن اختي يعني حويجه مصاوبينها في دارنا بطبيعه الحال راه حسن بزاف من اننا نشريوها من على برا. وخديت هكا غير هادي باش كنديرو العسل درت فيهم هكا واحد تقيبات في الوسط صافي، وغادي نغطي عليهم نخليهم ان شاء الله حتى يخمروا وعاد نطيبهم ان شاء الله. وبطبيعه الحال غنوريكم الطريقه ديال الطياب ديال الخبز في الفران ديالي. والخبيز ديالنا من بعد ما خمر ها نتوما البنات تيبانوا لنا دوك الشريطات اللي شرطنا في الموس كيبانوا لنا هكا تحلوا صافي، راه الخبز ديالنا خمر صافي. وغادي نحط هكا الخبيز ديالنا في الفران اللي دائما من الاحسن البنات الخبز خصو يطيب في الفران اللي يكون مسخن مزيان. يعني انا راه كنشعلو على اعلى درجه حراره، يعني كنزيد فيه العافيه على الجهد ديالو، كنخدم الفرفاره وكنخليه يسخن مزيان حتى كيسخن الفران، وكنلوح هكا الخبيز ديالي باش يطيب. عاد كنحيد الفرفاره، الخبز ما كيحتاجش انه يطيب هكا بالفرفاره صافي. بالنسبه لبنات الفران كتسولوني عليه شحال، انا الصراحه الحمد لله ما ندمتش عليه نهائيا، واخا كان وقع ليا فيه واحد المشكل شحال هادي راه كنت قلتها لكم. كان فيه سيستيم ديال الساعه، يعني ديك الساعه خصك ضروري كتخدميها عاد كيشعل لك الفران. وكنت بعض المرات كنكون مخدمه الفران كنرجع كنلقاه طفى راسو. جبت المعلم حيد لي داك سيستيم سيكوريتي كيقولوا ليه، قال لي راه هو اللي كيدير دوك المشاكل، يعني انيليناه. ولا دابا الفران الحمد لله ما عندي فيه حتى مشكل، خدام لي زوين كنطيب فيه كلشي اللهم لك الحمد. يعني من نهار حيدت له داك سيستيم ديال سيستيم سيكوريتي اولا داك الريغلاج ديال الساعه ما بقاش عندي فيه مشكل. يعني انا كنقابل الفران ديالي ما كنحتاجش نحقق له هكا الساعه باش يطفى صافي. هادشي اللي كاين يطيب ان شاء الله الخبيز ديالنا ونكمل معاكم. ها انتم البنات هنا راه كنوريكم الخبيز انا شاعله عليه لتحت ودايره الطاوه بعيده على العافيه باش كيطيب على خاطرو. شوفوا ما شاء الله كيفاش تنفخ دابا راه تحمر من التحت. غادي نهبط شويه الطاوه لتحت ونشعل عليه من الوجه باش يكمل طيابه. والدجاج ديالنا من بعد ما طاب حيدته من الطنجره هكا زدت لها الكبيدات والقنيصات. انا البنات راه ما كنكتفيش غير بحبه ديال الكبده وديال القنيصه اللي كيكونوا مع الدجاج، راه كنزيد شويه في الكبيده باش كتعطينا هكا شويه في الدغميره صافي. وراه سلقتهم بطبيعه الحال شويه من قبل مع الخل وورقه سيدنا موسى باش ما تبقاش فيهم الزفوره. كنخليه هكا الغطا ديال الطنجره مفوه باش داغي كتنشف لنا المريقه ديالنا وكتوقف في ديك الزويته ديالها. والدجاج راه خليته على جنب ان شاء الله تنقرب نحط الغدا وغندخلو نحمرو هكا غير في الاير فراير. ها نتوما البنات رجعت معكم للطنجره باش تشوفوا ما شاء الله الدغميره ديالنا هي راه بدات كتوقف في ديك الزويته باش كنعرفوا ان الدغميره ديالنا راه واجده. كنخليوها البنات على عافيه مهيله، انا كندير لها العافيه على المهل وكنبقى مقابلها مره كندوز نحركها باش ما تلصقش. شوفوا ما شاء الله هي كتبان لنا ديك البصيله بدات كتعسل وديك الزويته كتبدا تصفى. راه هذا هو السر اختي في نجاح الدغميره. ولكن قبل غادي نلوح فيها انا شويه ديال الزيتون. انا غنزيد لها هكا شويه ديال الزيتون خضر مقطع، صراحه كيعجبني في الدغميره هكا هاد الزيتون خضر مقطع. كيف ما تقدروا ديروا الزيتون حمار الزيتون خضر اللي بلا عظم عادي، كل واحد كيدير النوع ديال الزيتون اللي كيفضل. غير انا هكا كيعجبني صراحه هاد الزيتون مقطع هكا في الدغميره كيجي زوين وكيعطينا حتى في الكميه. شوفوا ما شاء الله صافي اختي راه الدغميره ديالنا وجدات واقفه في ديك الزويته ديالها ما شاء الله شتيوها. المهم راه كنحاول نوريكم دابا ان شاء الله غير غادي نحمر الدجاج وغنوريكم اختي الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. وهنا قبل البنات جيت اختي نشارك معكم الخبيز اللي وجدت معكم، فكنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه. كيجي البنات زوين بزاف هذا الخبز. حنا كنعرفوا بحال هاد الانواع ديال الخبز اللي كيكونوا مدخلين فيهم بحال هكا الدقيق ديال القمح مع الذره وهذا كيبيعوهم لنا بالثمن في المخبازات. علاش لا اختي ما نصاوبوهمش في البيوت ديالنا وهكا نكونوا مصاوبين شي حويجه بيدينا وزوينه. قسمت معكم واحد الخبيزه باش تشوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي من الداخل بحال الشهده، تيجي زوين بزاف. وراه شفتوا المكونات اللي شاركت معكم شي حاجه اللي هي بسيطه وخبيز مصاوبينه في الدار اختي ومقيوم علينا اقتصادي من اننا نشريوه من على برا. شوفوا هانتوما انا راه كنوريكم وكنبرك لكم على الخبيز باش يبان لكم ما شاء الله راه كيجي رطب ومهوي شي حاجه اللي زوينه. والدجاج ديالنا من بعد ما تحمر فصدقوني البنات عرفتو مع اول مره غنحمر في القلايه ديالي الجديده صدماتني اختي. عرفتو كتحمر الدجاج بواحد الطريقه. شوفوا البنات راه اللون ديالو باين ما شاء الله،
راه والله الا زعما ما كنصور لكم بكاميرا عاديه ما فيها لا فلتر لا والو، راه ما هانتوما من اللون ديال الخبز غادي يبان لكم. عرفتوا حمراتو ليا بواحد الطريقه يا سلام. دهنتو بشويه ديال الزبده، كنخلط معاه شويه ديال التحميره وكنزيد معاه شويه ديال السمن ودخلته. الصراحه حمراتو ليا حسن بزاف من القلايه الاولى اللي كانت عندي. اما الدغميره اختي ما نقول لكمش، جربوا ان شاء الله طريقتي وردوا عليا.